السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه رأيكم في الجمال ده؟ عاملين شوية محشي النهارده، بسم الله ما شاء الله. الفيديو ده يا حبايبي مميز جدا. احنا مش ظاهرين ايدينا، انا مش ظاهرة فيه، بناتي اللي عاملينه عشان انا كنت تعبانة جدا. فهم قالوا لي هنعمل اكل يوم، بس هم كسفوا حتى يصيروا ايديهم، فبيتعاملوا بس من غير ما يصيروا اي حاجة خالص. طبعا انا اللي بسجل الصوت مش هم طبعا. فهم بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا رب ويبارك فيهم. يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول ونشوف بقى الفيديو ده اتعمل ازاي. على فكرة انا اول مرة اشوفه معاكم وانا بسجله، لان كنت تعبانة فعلا بجد وما دخلتش المطبخ خالص. بص بقى، انا كنت جايبه لهم البتنجان، وكنت جايبه بتنجان بنفسجي وبتنجان اسود وبتنجان ابيض، وجايبه الخضار، جايبه ورق عنب. فكنت اخر حاجه شفتها لان انا جبت الحاجات حطيتها في التلاجة. فلما قررت اعمل محشي جهزت الحاجه من بالليل تعبت، فهم قاموا الصبح الله يصلح حالهم، هم اللي عملوا الفيديو ده وصوروه كمان عشان ايه يعني انا افرح ما ازعلش ايه ان عدى كده. وطبعا مع ان عندي الصلصه بتاعه التفريزات بتاعه رمضان متسبكه جاهزه، فهم طلعوها كمان واتعاملوا يعني ايه، عملوا كل حاجه بسم الله ما شاء الله. والصلصه كانت جاهزه وكل حاجه. هم بقى سلقوا العنب بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، هم مش ظاهرين ايديهم خالص وبيتعاملوا ما شاء الله، يعني زي انا برضك ما بتعامل، الله يبارك فيهم يا رب يحفظهم. بصوا كده، ده ربع كيلو ورق عنب اهو. هما كده سلقوه كده على مرتين، ما حطوهوش مره واحده في الحله. وتبصوا بقى الحنفيه هي شغاله بالميه، ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب. راحوا اهو ناشلين بقى ورق العنب وهيحطوا ايه التاني، ما شاء الله، يعني ربنا يبارك فيهم. انا مبسوطه قوي وانا بتفرج على الفيديو والله. انا اول مره اشوفه وانا بسجله. كده هم سلقوا ورق العنب اهوت زي ما انتم شايفين، والخضار برضك هيقطعوه اهو. بصوا، على فكره كده هم شغلهم شغل عالي جدا، احسن مني على فكره، كده ابدا اتعلم منهم. كده بقى بصوا حاطين الحاجه هي بيوروها لكم، جميع انواع البتنجان. طبعا الصلصه كانت جاهزه، طلعوها من الفريزر وحطوها في قلب الصينيه، وبداوا بقى يحطوا الملح وتحط الحاجه البهارات بتاعت التسبيكه. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك، حاجه كده جميله. صليتوا بقى على النبي ولا لسه؟ واذكروا الله يا حبايب قلبي، اوعوا تنسوا اللايك عشان يرفع لي الفيديو اعلى مشاهدات، وبالذات الفيديو ده انا عايزه فيه لايكات كتير جدا جدا جدا. بجد تحيه لبناتي انهم عملوا الاكل دوت وفرحوني بجد والله. بصوا ما شاء الله التسبيكه، طبعا التسبيكه دي انا اللي عاملاها على فكره، يعني هي كانت جاهزه هم بس فكوها يعني من التلج. انا بحب بس يعني استفزهم شويه. كده ميه اهوت بقى، حله هي على النار. هبدأ بقى ايه، يدوا الفراخ صدمة. انا فعلا بجد بحب الفراخ اللي معمولة صدمة، تاخدي منها احلى حبة شوربة. لكن تسلقيها كده في المية على طول مباشر على طول ما بيبقاش لها طعم يا بنات، لكن اللي هي معمولة صدمة دي تبقى خطيرة. كده الحلة على النار زي الفل ما تبقى نشفت على طول. نزلوا كده بالوراك مقطعينها، ونزلوا بقى كده بالفلفل والطماطم والجزر اهو. وطبعا معاكي بقى لورا، معاكي مكعب. بصوا مش حاطين شوربه كتير زي انا معوداهم بالظبط، لان الفراخ ما استعملش شوربتها، مع ان هعمل محشي هاخد شويه ازقي بيهم، فهم مش عاملين شوربه كتيره، حبه على قد الحشو لسان عصفور وخلاص على كده. بصوا الخضار بعد ما قطعوه بقى غسلوه، وادي الرز كمان غسلوه اهوت، وحطوا طبعا كله في قلب الصينيه اهو. اللهم بارك كده. بدي نشوف بقى تعليق حلو ليا في الكومبوتات، ان ربنا يحفظهم لي ويبارك لي فيهم. بصوا ما شاء الله، بعد ما صفوا بقى الخضار اهوت، بصوا كمان بيقلبوا التقليه، ما شاء الله. ايه رايكم؟ بصوا الخلطه عامله ازاي يا بنات. طبعا هم كده ظبطوها وخلوها زي الفل. كده بقى هم قوروا وغسلوا ما شاء الله الحاجه، وبداوا بقى يحشوا اهوت. ما شاء الله بجد حقيقي يا بنات والله شويه محشي، اللهم بارك، حاجه كده عسل. بصوا بعد ما خلصوا الحله، ده ورق العنب اهو كمان. بصوا حله المحشي شكلها عامل ازاي. ورق العنب كده بعد ما خلصوه. بصوا بقى شويه الشوربه بقى اللي اتبقوا مش كتير يا بنات، عشان ما يتبقاش منها كتير، او يبقى في نفس الوقت حبه شوربه صغيرين وفي نفس الوقت يعني طعمهم حلو. كده بقى هيعملوا بقى الفراخ اهوت ماشي، بيضيعوا عليها حبه ملح بفلفل، هيضربوها حلوه قوي كده. دي طبعا هيعملوا بقى الفراخ بالفيجيتار اهو. كده معايا بقى الدقيق، زي انا برضك ما معوداهم برضك بيعملوا الدقيق اهو. هينزلوا عليه كده بمعلقتين نشا وحبة فيجيتار اللي هو الخام، بس انا بحب ازوده دقيق ونشا كده، بجد بيخليه طعمه في منتهى الجمال ما شاء الله. حبة فيجيتار اهوت،
وحبة ملح عشان طبعا ما يبقاش دلع الكفر بتاع الفراخ، ما يبقاش دلع، فبيحطوا له شوية ملح، شوية شطة عشان بيحبوا الحاجة سبايسي جدا، وحبة ملح بفلفل، وهيقلبوا ده كله في قلب بعضه زي ما انتوا شايفين كده اهو بالجمال ده اهو. هيقلبوه كويس جدا، وبعد كده بقى ينزلوا بقى ايه يحمروا بقى ايه، يتبلوا الفراخ فيه. بصوا هم بقى هنا عملوا ايه، كده كنت انا قمت بقى اهو معاهم بقى عملت لهم الخلطه دي كده البيض بس فقط لا غير، لكن ولا كنت شفت بقى بتنجان ولا شفت اي حاجه خالص. الخطوه دي بقى بتاعتي انا اهو اهو. بصوا برب البيض بحبه يارين بحبه ملح فلفل عشان الزفاره، برب قوي 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 قوي، وبنزل بيه على الفراخ وهي في الطبق، واقلبه كله في قلب البيض، وانزل بيه بالتتبيله كده مره واحده اهو. بصوا بعد ما تبلته كله ده انتوا شايفين كده اهو، وعملت له الكفر بتاعه. معايا بقى زيت كده غزير كده اهو، وانزل بقى بيه على الطاسه زي ما انتوا شايفين كده اهو. بدأت الفراخ بقى تتحمر زي ما انتوا شايفين. طلعوها بقى اهوت في الطبق. كنت انا سبتهم بقى بجد مبقتش قادره فعلا اقف. انا عملت لهم بس الكفر بتاع الفراخ ودخلت كده بقى. هم عملوا لسان عصفور اهوت بقى كمان، يعني هم كتر خيرهم لقيتوا يكملوا يعني ايه حاجات كتير قوي برضك من غيري كده. هيعملوا بقى حبه لسان عصفور جنب الاكل كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. بيحمروها وينزلوا بقى عليها بشويه شوربه من بتاعه الفراخ. الفراخ دي شوربتها مش كتير قوي، عامله شويه شوربه صغيرين حلوين ما شاء الله اللهم بارك اهو. وكده خلصوا لسان عصفور كمان. المحشي بتاعهم كده ما شاء الله اهو استوى، وطفوا عليه كمان اللهم بارك. ورق العنب اهو كمان. بصوا كويس انهم قدروا يتعاملوا برضك يوصلوا برضك لحد كده، كتر خيرهم صراحه. كده بقى المحشي بتاعنا اهوت خلص زي الفل بقى. يلا نبدأ نحطه بقى كده. متنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لك كل جديد من قناة يومياتي أنا وبناتي ومطبخ أم محمد. بصوا ورق العنب الله أكبر ما شاء الله، ده كان ربع كيلو يا بنات ما زودتش أهو. نبدأ بقى نحط كده المحشي أهوت يا بنات زي ما انتوا شايفين أهو. كده في الآخر كده بدأت أقوم بقى إيه أباشر شوية المحشي وهو بيستوي، الفراخ وهي بتتحمر شوية، يعني أخش شوية وأقعد شوية أريح شوية. بصوا ايه رأيكم في الجمال ده بجد يا بنات اللهم بارك. ادي لسان عصفور وورق العنب بتاعنا والفراخ اهي بالفيجيتار. ايه رأيكم في الجمال ده؟ لايك وشير للقناة عشان يوصل لك كل جديد. يا رب يكون استفدتي من فيديو النهارده. انتظروني فيديوهات جديدة من قناة يومياتي انا ومن بناتي مطبخ ام محمد. اسيبكم في حفظ الرحمن. لايك وشير للقناة عشان يوصل لك كل جديد. سلام.